طيب ايه ازيكم يا دراجونز، معاكم كيو 11 في فيديو جديد. في الفيديو ده هعمل اكتر 5 فواكه مظلومين، او اللي هو ايه كانوا بيستخدموهم زمان ودلوقتي اللي هو ايه قليل قوي لما تلاقي حد بيستخدمهم. اكتر فاكهه مفيش حد بيستخدمها في الفتره دي، بس كانت بتستخدم قبل تحديثات الموتشي والفهد والحاجات دي. هحطها في المراكز الاولى. الفواكه اللي لسه في ناس بتستخدمها بس قليلين هتبقى في المراكز الاخيره ان شاء الله يعني. ماشي، خليكم وشوفوا الفيديو يعني بقى كده، ولايك لو عجبك الفيديو واشتراك. هبقى افكرك بيهم في اخر المقطع. ولو عجبك الفيديو بحط، ما عجبكش يا عم ما تحطش خلاص. ايه، كمل الفيديو الاخر. بص بقى، في المركز الاول يا جدعان عندنا فاكهة مش المركز الاول، المركز الخامس. عندنا فاكهة التنين. وفاكهة التنين زمان، اللي يفتكر ايام زمان كانت الناس بتستخدمها قد ايه. كانت حرفيا السيرفرات كلها تنين وفينوم، بس الفينوم لسه لحد دلوقتي الناس بتستخدمها. وكمان فاكهة السول، يعني ما كانش لسه اسمها كده، يعني كان اسمها اتغير بس ايه. فاكهة التنين يا جدعان فاكهة اسطورية، بس يعني هي في المركز الخامس عشان لسه انا بستخدمها شخصيا، وعشان التحديث يعني، فالناس اللي واكلاها ما بتغيرهاش ان شاء الله يعني. عندنا في المركز الرابع فاكهة الماجما. واحد هيجي يقول لي ايه يا عم، الماجما كانت الناس بتستخدمها في البي في بي. عارف يعني ايه في البي في بي؟ اللي هو ايه يعني أي كانت من اقوى فواكه، هي دمجها عادي. كان الناس تستخدمها في كل حاجه حرفيا، طول الوقت تمشي تلاقي اي حته ماجما، اي حته. ليه؟ عشان دمجها والناس زمان ما كانتش بتهتم زي في البي في بي زي دلوقتي. يعني ما كانش في اساليب اللي هو اسطوريه برضو، وما كانش في فواكه اللي هو بتاعت بي في بي بحت، لا بس كانت ايه، الفواكه كان في ناس بتهتم بي في بي ولا. لكن دلوقتي يعني في ناس ما كانتش بتهتم. انا ذات عن نفسي ما كنتش عارف يعني ايه بي في بي اصلا. اللي هو ايه، عارف يعني ايه بي في بي، بس كنت بلعب العاب تانية غير بلوكس. بس اللي هو ايه، في بلوكس ما كنتش اللي هو ايه، ما كنتش اعرف ان الناس في ناس بتلعب كده وتقعد تجمع باونتي. ما كنتش عارف ايه فايدة الباونتي، ما كنتش عارف حاجة. في يعني زمان ما كانش في الناس، اغلبية لاعبين بلوكس فروت كانوا بيلعبوا اللعبة ايه، يجيبوا فواكه ايه كده يعني، حاجات حلوة. عندنا في المركز التالت فاكهة الكويك يا جدعان. فاكهة الكويك مش محتاج اقول لكم عليها. فاكهة الكويك كانت اقوى فاكهة زمان. كانت كل الناس بتدخل الرايدات عشان تعملها. اول ما نزل لها الرايد كان كل الناس بتدخل الرايدات، بس ما كناش بنقدر، كنا نبقى كتير قوي، كنا نبقى اقصى عدد للرايدات وما كناش نقدر على الرايد. ليه؟ عشان ايامها كان صعب. ماشي. فهسيبكم بقى مع الفاكهة اللي بعديها. في المركز التاني فاكهة السند. فاكهة السند كانت يعني من احسن الفواكه ساعتها، وكنت يعني بستخدمها كتير. ما انا ما كنتش بستخدمها، بس كان في ناس بتستخدمها. انا يعني حرفيا اللي هو ايه الوقت دوت ما كنتش لسه وصلت العام التاني، فكنت بلفل فايه كنت بستخدم فواكه اللي هي ماجما وضوء والحاجات دي. فاكهة الساند يا جدعان كان في ناس كتيرة بتستخدمها، وهي وفاكهة الايس. بس الايس لحد دلوقتي يعني مكتسح. ماشي، خلاص بقى خلينا من المركز التاني وندخل على المركز الاول. ماشي، المركز الاول يا جدعان يعني حرفيا فاكهتين. ماشي، عشان في فاكهتين الناس حرفيا ايه ما بقوش يلعبوا بيهم خالص، مش خالص يعني، في ناس قليله قوي، بس لو ايه حرفيا زمان كانت اكتر فاكهتين الناس بتستخدمها، وهما فاكهه الفونيكس والدارك. فاكهه الفونيكس يا جدعان مش محتاج اقول لكم. فاكهه الفونيكس كان الناس اول ما نزل الرايد بتاعها كان الناس كلها بتستخدمها. وانا بدلت موتشي بفونيكس ورامبل وسبايدر لما كانت الموتشي لسه منزلهاش رايد، يعني ما كانتش خساره ساعتها. بس دي بقى بس كانت موتشي كانت فاكهه ميسك. هو يعني كان قبل ما ينزل التحديث بحبه قليلين، فكان الموتشي قيمتها عاليه. ما كانتش على فكره الموتشي ما كانتش تجيب فونيكس. انا جبت عشان كان التحديث قرب ينزل بتاع الموتشي. الحمد لله على كل حاجه يعني، بس اللي هو ايه الحمد لله. انا مش عارف اقول لكم ايه، بس انا الفواكه دي انا بتكلم كده بهدوء شويه عشان اللي هو ايه بحبها. فواكه اللي هو من ايام زمان كده، عارف انت لما تبقى بتفتكر حاجه من زمان. الفواكه دي يا جدعان اي حد ما عاش الفتره دي فايتك نص عمرك. كان معاكم كيو 11، سلام.
حط لايك واشتراك لو نسيت، يعني اديني بفكرك اهو زي ما قلت لك في اول مقطع. لو المقطع عجبك حط لايك واشتراك، لو ما عجبكش خلاص. سلام. كان معاكم كيو 11.